السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة البانكيك المغربي او المخنفر المغربي او خبز الماء، كل واحد شنو كيسمي على حسب المنطقة. قولوا لي في لي كومونتير شنو كتسميوه. اهم حاجة انه كيجي خفيف بزاف ولذيذ وسريع التحضير واقتصادي، فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي فمرحبا بكم، اشتركوا في القناه وضغطوا على زر تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليكم معايا باش تشوفوا الوصفه والطريقه ديال التحضير. واول حاجه عندي في الخلاط الكهربائي غادي نزيد 3 الكيسان ديال الماء دافي. بالنسبه للعبار اللي غادي نعطيكم عبار بالكاس، بغيتو تعبروا بالزلافه فهنايا 3 الكيسان ديال الماء دافي هي زلافه ونص ديال الماء. عندي هنا كأس ونصف ديال دقيق الفينو، وكأس ونصف ديال دقيق ابيض. عبار الكاس هو كاس عنبه. عندي راس معلقه ديال خميره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال سكر سنيده، معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، وحبه البيض، واحد الساشي ديال الخماره، وواحد الساشي ديال الفاني باش كيحيد لينا كنسمه ديال البيض. ممكن انكم تستغناو عليه. صافي هنايا كنطحنوا هاد المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي. من بعد ما كنطحنوه ما كنبالغوش بزاف الطحين ديالو، جوج مرات غير كينسجموا لنا العناصر كنحبسو، كنخويو في واحد البول وكنغطيوه باش كيخمر مزيان. كنديروا غير معلقه صغيره ديال الخميره، ما نكثروش الخميره باش ما كتجيناش المروره حيت دايرين خميره ديال الحلويات، ولكن كنعطوه الوقت الكافي باش كيخمر تقريبا ساعه المكانه. كيحصبوا حنين على هذا الشكل، كيتضاعف الحجم ديالو شويه. صافي هنايا كنخويو من داك الهواء اللي كيكون فيه. هانتوما كتشوفوا كنطيبوه في مقله اللي ما كتلصقش، والعافيه كتكون متوسطه، ما تكونش ديك العافيه المجهده وما تكونش عاوتاني عافيه مهيله بزاف. كنشدوا المقله ديالنا كندهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه، وكنخو واحد شويه من داك الخليط ديال المخنفر. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم كتعطينا بالضبط 14 حبه، اللي كتكون موين. هاد المقله عندي انا راه 24 سنتيم ولا 20 سنتيم هكاك، فكتعطينا من الحبات اللي كيكونوا متوسطين 14 حبه. بالنسبه للعبار ديال الزلافه غادي نكتب لكم في صندوق الوصف العبارات ديال الزلافه، راه تقريبا بحال بحال. زلافه وحده كتهز لينا جوج كيسان تقريبا ديال عنبه. صافي كنخليوها حتى كطيب من التحت، وكتبدا دير كتشكل فقاعات بحال الشكل ديال البغرير. راه بغرير كدابي تقريبا، راه نفس الشكل ديال البغرير. هنايا عندي انا هاد الفرنو ثقيل شي شويه، انا راني طيبت وحده غير باش يجي مزيان هكا يبان في التصوير، والباقي راني طيبته فوق البوطه. هنايا راه كيتعطل بزاف وما كيتحمرش لينا دغيا، كيما غادي تلاحظوا معايا راه كيشد هكا شويه الوقت. صافي كنخليوه كيبدا يدير هاد كيتكونوا بحال هكا العوينات، وفي الجناب كتبدا تنشف لينا العجين. عاد كنرشوه، كندير واحد شويه ديال الزيت وكنرشو لها الوجه باش هكا كتجي محمره. من بعد هكا ما كطيب كنقلبوها للجهة الأخرى. ها نتوما هنايا صافي بدات كطيب، بدات نشفات هكا مشى كنرشوها بواحد شويه ديال الزيت النباتيه وكنقلبوهم دغيا. كي هانتوما غتشوفوا بلي ما غاديش تكون محمره مزيان، حيتاش الفورنو كما قلت لكم من داك النوع اللي ثقيل بزاف في الطياب ديالو. صافي هنايا غادي نكملوها على هاد الطريقه حتى كنطيبوا الكميه بزاف في البوطه، راه دغيا كتسربي ماشي بحال هذا. دغيا كيطيب لينا وكيتحمر لينا من جوج جوايه. كنقدموه سوا مع العسل اولا مع الزيت البلديه. كنتمنى انكم تجربوه، انا متاكده انه غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي يولي معتمد عندكم. والوليدات كيعجبهم بزاف، وصراحه راه احسن من السفنج، ففيه واحد المزيج في المذاقات ديالو ما بين السفنج وما بين البغرير. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كيعجبهم بحال هاد الوصفات. وما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه عليكم وشكرا على متابعه الفيديو وبصحه والراحه.